أنا كنت بفكر دايما إن اللي بيحضني بيحبني، بس بعد سنين فهمت إن مش كل حضن أمان، وإن أوقات الحضن بيكون السجن اللي بيتقفل علينا وإحنا بنبتسم. أنا ما بدأتش القصة وأنا قوية، أنا بدأت بخسارة. بابا مات وأنا عندي 10 سنين، مش فجأة، كل يوم كان بيختفي حتة في نظره، في صوته، في حضنه، لحد ما جه اليوم اللي غمض عينيه وما فتحش تاني. بس الصدمة ما كانتش بس في الموت، كانت في اللي حصل بعده. في نفس الأسبوع حد قرب من ودني وقال لي: أخوكي هو اللي هيبقى راجلك، هيبقى ظهرك وسندك. أنا وقتها كنت لسه طفلة وما كنتش فاهمة يعني إيه راجل، بس كنت فاهمة إن الراجل اللي كنت بستخبى فيه اختفى، وإن اللي جاي ما كانش حضن، كان حكم. أخويا الكبير كان عنده وقتها 17 سنة، كانوا شايفينه بطل، وأنا كنت شايفاه جبل وواقف بيني وبين العالم. بس الجبل ده كان بيحضني وأنا متجمدة، كان بيضحك وأنا ببلع ريقي بالعافية، كان بيقولي: أنا بحبك بس انتي صعبة، أنا بخاف عليكي بس انتي متعبة، أنا عايزك تبقي أحسن بس انتي بتستفزيني. كان دايما بيحط في حضني وردة فيها شوك، ويقولي: خليكي ممتنة. أنا مش هحكيلك عن ضرب ولا عن شتيمة، هحكيلك عن نظرة كان فيها كره، وإيده في نفس اللحظة على كتفي. هحكيلك عن مرة كنت فرحانة بنفسي، جبت مجموع حلو، لبست فستان كنت بحبه. قال لي: رايحة فين؟ هو انتي فاكرة انك بقيتي حاجة؟ امسحي الميك اب ده، شكلك بيضحك. انا وقتها حضنته علشان اقوله ان مش مشكلتي معاك. مشيت بعدها على طول، رجعت لقيت اوضتي متفتشة واللابتوب بتاعي مكسور، وهو قاعد بيتفرج على الكورة وكأن مفيش حاجة حصلت. كان بيحضني وهو بيكسرني، كان بيقول ده حب، بس الحب عمره ما خلاني أشك إنه وحشة. الناس كانت بتحبه وأنا كنت بغير، مش من حبهم ليه، لكن من إني مش قادرة أكرهه زي ما هو بيكرهني. عارف يعني إيه إنك تحضن حد وتتمنى في سرك إن الحضن ده يخلص بسرعة؟ كنت بتمناها، وفي نفس اللحظة بلوم نفسي وأقول يمكن أنا فعلا متعبة، يمكن هو عنده حق. بس الحقيقة أنا كنت بنت صغيرة كانت بتدور على حضن، مش على ساحة حرب. بس دلوقتي بعد ما كبرت وفهمت إن هو كمان موجوع، كان صغير ولبسوه دور كبير، قالوله: خلي بالك منها، خلي بالك منها. بس محدش قاله مين يخلي بالي منه، بيقولوا سامحي عشان ترتاحي. بس مفيش حد بيحكي عن النوع التاني من الغفران اللي بيكسرك تاني، بس المرة دي وانتي اللي بتسلميه المفتاح. أنا حاولت، بجد حاولت، كنت كل مرة بقول هو كان صغير، يمكن مضغوط أو يمكن تعبان. بس كل ما كنت أقرب من فكرة إني سامحه كنت بحس بإيدي بترتعش، كأن جسمي نفسه يقاوم. الغفران بالنسبة لي ما كانش راحة، كان إنكار. كان لازم أنسى وشه وهو بيقولي: انت اللي بتتعبيني، وإيده لسه على كتفي، كأن الوجع ده كان بإذني. أنا مش قادرة أسامحه، لأني لو سامحته يبقى كأني وافقت على كل لحظة شكيت فيها في نفسي بسببه، على كل يوم بصيت في المراية وقلت أنا اللي فيها العيب. أنا مش مجرمة ولا شايلة حقد، أنا بس لسه بحاول أصدق إن أستاهل أعيش من غير خوف ومن غير ما أبرر لنفسي ليه الحضن وجعني.